أهلا بيكم في قناة اكتشف مصر. هتكلم النهاردة عن كتاب الموتى هو الدليل على عبادة إله واحد. هناك خلاف على التاريخ والحضارة المصرية القديمة. البعض يقول أن الحضارة المصرية القديمة هي حضارة وثنية تعددية، ويدللون على ذلك بوجود الكثير من الآلهة المصرية القديمة، بينما البعض الآخر يقول أن الحضارة المصرية القديمة حضارة توحيدية وليست حضارة وثنية. عندما نقرأ ونرى ما كتبه المصريين القدماء عن الديانة المصرية القديمة وعن العبادات، نلاحظ أن المصريين ذكروا أسماء الكثير من الآلهة، وسجلوا ما كتبوه عن هذه الآلهة على أوراق البردي وعلى حوائط المعابد والمقابر. ولكن عندما نقرأ كتاب الموتى نتعجب مما كتبه المصريين القدماء عن الإله الواحد. يقول المصريين القدماء في كتاب الموتى: أنت، المقصود هنا الرب أو الإله، أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء. وموجود أيضا في كتاب الموتى، وهو من أقدم ما كتبه المصريين القدماء: خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري أحد. ده يعتبر كلام صريح على فكرة التوحيد. والسؤال دلوقتي هو: ليه ذكر المصريين القدماء الكثير من الآلهة الفرعونية؟ ليه شكلوا آلهتهم على شكل كائنات لها رؤوس حيوانات؟ ممكن أن نفسر ذلك بأن كلمة نتر في الهيروغليفية بأنها ليس المقصود بها الآلهة القديمة، فكلمة نتر في اللغة المصرية القديمة معناها اليد القوية. يعني هذه الكلمة تعبر عن صفة. أقصد هنا أن الكائنات التي رسمها المصريين القدماء وكتبوا عنها وأعطوا لها أسماء مثل إيزيس، أوزوريس، ست، نفتيس، حورس إلى آخره، تعبر عن صفات الإله الواحد. وطبعا لابد أن في الديانة والعبادات المصرية القديمة يدخل التحريف. أولا بنؤكد أن دخل تحريف في الديانة المصرية القديمة. أولا هو تحريف الكهنة أو التحريف الكهنوتي. ثانيا تدخلت القوى السياسية الموجودة وتدخل الحكام في الديانة المصرية القديمة. من مصلحة الكهنوت إظهار الكثير من الآلهة، لأن ذلك يجعلهم يبنون الكثير من المباني الدينية، وكل ما يبنوا مباني دينية لآلهتهم يكسبوا. كل إله يبنوا له معبد، وكل إله تقدم له القرابين، وهذا مفيد طبعا للكهنة. فعلى عبادة الإله في المعبد الخاص به وعلى تقديم القرابين يمكن للكهنة أن يكسبوا الكثير. بيكسبوا إيه بقى؟ يكسبوا الضرائب والجبايات، وهذا يجعل الكهنة من الطبقة العليا في المجتمع. وكمان الملك اللي بيحكم البلاد يهمه أن تستقر الأمور في البلاد، ويستطيع أن يفرض سيطرته ويستغل الناس. فالملك المصري وجدها فرصة سانحة في أن ينشغل الناس بالعبادة وبالآلهة الكثيرة،
لكي يصفو له الجو ويكون الحاكم بأمره. وعلى ذلك يمكننا القول أن التاريخ الفرعوني تاريخ مزيف به الكثير من التحريف، لأن الذين كتبوا هذا التاريخ وعددوا الآلهة هم الأقوياء، سواء كانوا كهنة أو حكام. ويجب علينا هنا أن نذكر على سبيل المثال الملك إخناتون، فإخناتون دعا إلى عبادة إله واحد. وهنا نتساءل، هل إخناتون اللي دعا إلى عبادة إله واحد جاء لنا بهذه العبادة من غير أن يعرفها المصريين من قبله؟ هل إخناتون طلع من فراغ بفكرة التوحيد؟ الإجابة على السؤال ده هي إن إخناتون طلع لنا بفكرة التوحيد من تراث فعلي موجود، ويعبر هذا التراث عن إحساس حقيقي موجود لدى المصريين القدماء. إذن كان الكهنة والملك في ناحية والشعب المصري في ناحية أخرى. كان الناس بيعبدوا إله واحد ويكتموا إيمانهم خوفا من الحكام والكهنة الأقوياء. كان الشعب المصري مقهور عن طريق سلطة القصر المتمثلة في الملك وتحريف الكهنة الذين استفادوا كثيرا من تعدد الآلهة. لابد لنا أن نفهم التاريخ المصري القديم، لابد لنا أن نفهم هذا التاريخ المصري القديم فهما صحيحا. لابد أن نعيد كتابته بحيث نبتعد عن الخرافات وعن تعدد الآلهة، لأن لدينا ما يبرهن عن وجود إله واحد، هو الإله الواحد الذي خلقنا جميعا. هو هذا الإله الذي عبده المصريين قديما وما زلنا نعبده حتى الآن. والدليل على كده اللي وجدناه مكتوب في كتاب الموتى بأنه يوجد إله واحد. ده اللي أنا كنت عايز أحكيه النهاردة. أتمنى أن يكون نال إعجابكم، وتشتركوا في القناة اللي لسه ما اشتركش، وتعملوا لايك وتشيروا الفيديو ده علشان الكل يستفيد. شكرا ليكم. كان معاكم محمد مصطفى. سلام عليكم.